السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى معنا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا بقلاوه تركيه او بقلاوه بورما بالطريقه التركيه، كتجي رائعه وسهله التحضير. لهاد البقلاوه غادي نحتاجوا 400 غرام ديال اللوز مهرمش، معلقه صغيره ديال القرفه، 250 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، وعجينه الفيلو متوفره في جميع الاسواق الكبرى وكاينه حتى في بيم. نبداو على بركه الله التحضير. في اناء غادي ناخذوا اللوز اللي سلقناه ونقيناه وقليناه وهرمشناه، نخلطوه مع القرفه، وناخذوا الورق ديال الفيلو، الورقه باش غادي نخدمو، والاخر كنجمعوه في البلاستيك وكنغطيوه بشي زيف باش ما يخسرش لينا، حيت هو حساس بزاف للبرد دغيا كيخسر. نسرحوا الورقه وناخذوا شي 10 دقيقه اولا ناخذوا شي 10 اولا 8 ديال الاعواد ديال الشوا، نجمعوهم في الماليمونطير باش يسهلوا لنا الخدمه. كندهنوا هذيك الورقه بالزبده اللي ذوبناها حتى ما بقاش فيها الحليب، وكنبداو نبرمو عليها الورقه وكنجمعوا الجناب، كنجيبوهم للوسط، كناخذوا الورقه كنتنيو عليها، كنحطوا فيها العصا وكنتنيو عليها الورقه تقريبا 10 سنتيم، وكندهنوا بالزبده وكنديروا اللوز صف طويل هكا حدا العصا وكنبرموا عليه الورقه، وكنبقاو غاديين حتى كنبرموا الورقه كامله وكنجمعوا الجناب كنجيبوهم للوسط. بالنسبه للاتراك كياخذوا الورقه ديال الفيلو وكيديروا على العصا وكيتنيو عليها، ولكن كيرشوا اللوز في الورقه كامله، ماشي كيجمعوا غير ستر الوسط، كتجي مرشوشه وكيبرموا، كتجي الورقه مفرقه كامله بهذاك اللوز صافي. وكنجمعوها من جناب، كنديروها في شي لاطه اولا في شي طبق كيدخل الفران، يكون مستطيل اولا مربع، نزيروهم ونسقيوهم بالباقي ديال الزبده اللي بقات عندنا، حيت الورق ديال الفيلو كيكون ناشف مع كتكون فيه نشا. ملي كنسقيوه كيجينا مقرمش وكطيب لينا مزيان. كندخلوها طيب على درجه حراره 170، العافيه تكون مهيله مده تقريبا ديال نص ساعه حتى تبينات تحمرات من الفوق ومن التحت. نقطعوها قبل ما ندخلوها باش تسهل علينا التقطاع من بعد. في الوقت اللي كتكون البقلاوه ديالنا كطيب اولا البقلاوه كطيب، غادي نوجدوا السيرو اولا القطر اللي غنسقيوها به من بعد، فيه 4 الكيسان ديال السكر مع 6 الكيسان ديال الماء وجوج شرائح ديال الحامض. كنخليوهم يغليو مزيان حتى كيتقالوا، وكنطفيو عليهم ونخليوهم يبردوا. ملي كنخرجوا البقلاوه ديالنا من الفران تكون باقا سخونه، نسقيوها بهذاك القطر باش كتشربوا مزيان وكتبقاو تسمعوا التخرشيش ديالها، وكتبقى محافظه على القرمشه ديالها. كنزينوها بشويه ديال اللوز مهرمش اللي بقى لينا من الحشوه، وكنخليوها تشرب هذاك السيرو تقريبا ساعتين. كما كتسمعوا كتجي مقرمشه وكتجي رائعه وبنينه بزاف. كتشوفوا من الداخل كتجي كامله فيها اللوز، هما الطرق بجوجهم كتجي نفس النتيجه. هكا كتكون البقلاوه ديالنا موجوده. حطوها في طبق التقديم، تقدروا تزينوها بالبيستاش، انا اختاريت نزينها بالورد البلي. الا بغيتوا تحتفظوا بها في المجمد غناخذوا علبه نلبسوا ليها الفيلم اليمونطير ونستفوا الطبقه الاولى ديال البقلاوه، ومن بعد نفرقوا بيناتهم بورق الطبخ اولا بابي كويسون. بابي كويسون كيحافظ لينا على المعسلات كاملين، ماشي غير البقلاوه، حتى الشباكيه ولا البريوات كيحافظ ليهم على ديك التعسيله ديالهم. الا ما درناش العسل كيبقى لتحت والفوقانيين كيجيونا ناشفين، الا درناه كيبقى كل طبقه شاده العسل ديالها صافي. وكنغطيوها وكنحتفظوا بها في المجمد، ملي كنبغيوها كنجبدوها هي دغيا كديكونجلا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخليو لي الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم في التعليق. تلقاو الفيديو الجاي مع وصفه جديده ان شاء الله.